منطقة جبالة. جولة أثيرية رفقة الأستاذ الباحث بلال الدهية لاستكشاف تاريخ قبائل جبالة. إعداد وتقديم عبد الإله الحليمي. إخراج محمد غربي. أهلا بكم سيداتي سادتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة برنامجكم في ربوع منطقة جبالة. لنواصل رفقة الأستاذ بلال الدهية الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال، لنواصل معه جولتنا الأثيرية عبر ربوع منطقة جبالة لاستكشاف تاريخ القبائل الجبلية بهذه المنطقة. في حلقة اليوم نواصل حديثنا عن قبيلة ابن عروس، وأذكر لمن فاته الإصغاء إلينا في الحلقة الماضية أننا تطرقنا مع الأستاذ بلال الدهية للأهمية التي تكتسيها هذه القبيلة لاعتبارات عدة، لكونها أولا هي قبيلة الأشراف الأدارسة، وأيضا هي قبيلة الأولياء والصلحاء، قبيلة 7 رجال، وعلى رأسهم القطب الرباني دفين جبل العلم مولانا عبد السلام المشيش، أحد أكبر أقطاب الصوفية في المغرب والعالم الإسلامي. أستاذ بلال الدهية الباحث في تاريخ منطقة الشمال، مرحبا بك في برنامج في ربوع منطقة جبالة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد وبجميع متابعينا الكرام. أستاذ بلال الدهية، نستأنف حديثنا إذن عن قبيلة ابن عروس، وتحديدا مقام الولي الصالح مولانا عبد السلام المشيش. هذا المقام ظل يحظى على الدوام باحترام وتقدير جميع قبائل جبالة الذين كانوا يواظبون على زيارته في كل موسم مولي عبد السلام الذي يقام ليلة النسخة، أي ليلة المنتصف من شهر شعبان، وحتى في إجراءات الصلح ما بين القبائل المتنازعة واتخاذ القرارات المصيرية. كانت هذه اللقاءات تعقد بجوار ضريح المولى عبد السلام المشيش، لما لهذا المزار من تقدير واحترام لدى كافة أهالي قبائل جبالة. نعم، الضريح المشيشي هو عاصمة روحية لقبائل جبالة كافة، وإشعاعه غني عن التعريف. غير أنه من الجيد أن نقول بأن هذا الضريح ظل مجهولا مدة طويلة، لأن الأشراف العالميين بصفة عامة كانوا يمكن أن نقول بين مزدوجة متجاهلين من طرف الدولة المارينية، اللي هي الدولة التي أعادت للأشراف مكانتهم وبنوا الضريح مولاي إدريس في الزرهون وهذه. فالأشراف وصلوا إلى مكانة كبيرة في العهد الماريني، ولكن الأشراف العالميين تحديدا كان عليهم واحد العلامة في العهد الماريني، ظلوا يعني مهمشين. حتى الضريح لم تكن عنده شهرة حتى جاء سيدي عبد الله الغزواني الصوفي المشهور الذي تتبع سلسلة شيوخه إلى أن وصل إلى أبي الحسن الشاذلي، فتساءل عن شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش، وذهب بنفسه إلى المنطقة ليبحث عن ضريحه. فكان السند ديالهم الأشراف الوهابيون هم الذين دلوه على مكان ضريحه، لأن كانوا تم 3 القبور مختلطة، واحد ديالو واحد دخاه واحد الخادم ديالو، فكانوا يلتبسوا على الناس. فهو استعان بهؤلاء الأشراف الوهابيين اللي هما كيعرفوا المنطقة جيدا، فدلوا على ضريحه، وبدأت منذ ذلك الحين شهرته. ثم بعدها في عهد السلطان مولاي إسماعيل في بداية الدولة العلوية سيتم بناء البناء اللي كاين حاليا عليه بالضبط في سنة 1087 هجرية 1676 ميلادية، وآنذاك ستصبح له هذه المكانة الكبيرة، لأن الدولة المغربية حرصت أشد الحرص على أن تكون هذه المنطقة عنده واحد الإشعاع، هذا المركز بالضبط مولاي عبد السلام عنده واحد الإشعاع على المنطقة، ولهذا تم تحويله هو والقرى القريبة منه المحيطة به إلى حرم، معنى مكان يعني في النص الوثيقة التي يعني تحدد هذا الحرم. هادشي في عهد مولاي إسماعيل، وقبل منه الحرم أقدم من البناء،
الحرم بدأ في العهد السعدي، ظاهرة الحرم هذه بالضبط في عهد عبد الملك السعدي ثم أخيه أحمد المنصور الذهبي. فالنصوص الحرم تقول لا يقربه المخزن، معنى لا يكون فيه جيش، ولا يطوف حوله، ولا يصطاد به وحش، ولا يقطع به شجر، فهو مكان آمن ويشبه إلى حد ما الحرم المكي في أثناء الحج من حيث الاحترام الذي المؤسسة الحرم كان عندها 3 الأبعاد: حق اللجوء، يعني ملاذ آمن لكل إما مظلوم أو متابع من طرف أو مضطهد أو فيلجأ إلى هذا المكان ولا يقترب منه أحد. ثم ثانيا إيجاد حلول سلمية لنزاعات مستعصية، أحيانا نزاعات داخل الدولة نفسها كان هذا المكان وسيط لحلها، فكيجيو المتنازعين ويحلون مشاكلهم. ثم حرمة الدم داخله، يعني هذه المنطقة هذه اللي كتضم تقريبا 22 قرية أغلبها في بني عروس، وكاين شي حاجة اللي في بني ليت وفي بني دير المحيطة بها، فهذه يحرم فيها الاقتتال نهائيا هذا المنطقة هذه. فمع الوقت في بداية العهد العلوي بدأت تظهر عندنا مجموعة من المؤلفات في آداب زيارة هذا الحرم، منها مثلا الاستشفاء من الألم في التلذذ بمآثر صاحب العلم لابن زاكور الفاسي، فهذا مؤلف في آداب زيارة هذا الحرم. وعندنا نماذج في التاريخ المغربي لحالات لجوء حصلت إلى هذا المكان، وعندنا 3 اللي مشهورة. الأولى في قضية تملك الحراطين، يعني أثناء تأسيس جيش البخاري في عهد مولاي إسماعيل، فبعض الحراطين لجأوا إليه حتى لا يتم تجنيدهم بالضبط في عام 1121 هجري 1709 ميلادي. عندنا السلطان مولاي يزيد ابن السلطان محمد الثالث محمد بن عبد الله، فحينما تمرد على والده لجأ إلى هذا الحرم وبنى فيه قصره المشهور، قصر مولاي يزيد الذي لم يكتمل، بقى غير الأطلال ديالو الآن قرب قرية الحصن، وأقام بهذه المنطقة حتى توفي والده السلطان محمد الثالث فخلفه هو في الحكم. في ربوع منطقة جبالة. إذن ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذ بلال دهير لو سمحت. الإشعاع العلمي لقبيلة ابن عروس. سمعت مرة الدكتور سامي الراجي رحمة الله عليه يقول ما مفاده أن بني عروس أعظم منطقة في الدنيا، بهذا اللفظ أعظم منطقة في الدنيا لحفظ القرآن الكريم، وهذه شهادة على كثرة حفظة القرآن الكريم في بني عروس. تقريبا لا توجد عائلة إلا وفيها الحفاظة، مع الأقل واحد يحفظ القرآن الكريم. وأكثر من ذلك هي كانت منطقة لتجويد القرآن، فكيقول لك آخر فلان الفقيه فلاني حفظ القرآن في المكان فلاني ثم ذهب إلى بني عروس ليجود قراءته، كيمشي تما باش يحسن القراءة ديال القرآن، لأن حفظة القرآن بني عروس عندهم الميزة أن أغلبية ديالهم يتقنونه بالقراءة 7 كاملة. فهذه المنطقة هذه الإشعاع العلمي والثقافي ديالها سيبدأ بقوة مع تأسيس الزاوية الريسونية في تزروت. طبعا تزروت يعني مركز إشعاع علمي وثقافي ومربط جهاد أيضا. مربط جهاد بجوج جمعهم بجوج بيهم. فأخبار هذا الرباط حفظها لنا الشيخ الحسن بن ريسون، الحسن بن محمد بن علي بن ريسون، في كتابه فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد، يعني 3 الأقطاب الكبار هذه العائلة هذه هما الأخوان عبد الواحد بن ريسون وعلي بن ريسون، هما نسبا إلى أمهما، عليها كيقولوا ولاد بن ريسون نسبة إلى أمهما، أما هما كينحدروا من يونس بن أبي بكر العالمي اللي سبق أن هضرنا عليه في شجرة أنساب العالميين. فالزاوية زاوية تزروت تأسست على يد علي
شقيق عبد الواحد. عبد الواحد هذا كان وليا زاهدا منقطعا عن الدنيا. أخوه علي كان تاجر وشارك، يعني كان بارع في الرماية، وشارك في حروب ضد البرتغاليين في أصيلة، وأسر من طرفه في 1512 ثم تم افتكاكه. فبعد عودته من الأسر انقطع إلى العبادة كما كان أخوه عبد الواحد، فتأسست هذه الزاوية هذه ويعني دشنت مع ابنه محمد الكبير ابن علي بن ريسون، هو اللي دشن هذه الزاوية هذه وجعلها من جهة مركز لحفظ القرآن، وماشي غير حفظ القرآن، كانوا كيتعلموا النحو والحساب والفرائض، هادو 4 أساسيين في المقرر. يعني نقدروا نقولوا أن هذه الزاوية تزروت حتى الفرع ديالها لاحقا اللي تأسس في تطوان عملوا مقرر دراسي بحال اللي عندنا في المدرسة العصرية، مقرر دراسي فيه مواد تدرس لا يمكن أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة إلا بعد أن يختم هذه العلوم التي تدرس فيها. ثم من جهة أسس فيها رباط للجهاد والرماية. ولاد بن ريسون كاملين كان عندهم هذا الولع بالرماية بالبنادق. فهذا محمد الكبير بن ريسون هو اللي وضع الخطة تقريبا معركة وادي المخازن. هذا رباط تزروت يعني كان عنده دور في معركة وادي المخازن، إشاعة كبير. يعني هما شاركوا فيه ولاد بن ريسون واللي معاهم الأشراف اللي معاهم، وجندوا مقاتلين من قبائل وصل حتى نغمرة وحتى الريف، جابوهم للمشاركة في هذه المعركة. بلغوا 600 مقاتل اللي قدر يجمعهم. فحينما وفد عليه جؤدر باشا اللي هو القائد الأندلسي في جيش عبد الملك السعدي، حينما وفد عليه اقترح عليه أن يستدرج الغزاة البرتغاليين بعد نزولهم في أصيلة إلى منطقة وادي المخازن قرب القصر الكبير. هو اللي اقترحها كأرض للمعركة، أرض المعركة هو اللي اقترحها، لأن في هذيك الجسر وفيها الواد، فالخطة كانت يستدرج منها ونجح فيها الجيش المغربي، واستدرج الغزاة البرتغاليين إلى هناك وانهزموا. وهذه المعركة وادي المخازن كان عنده واحد الدور كبير في زيادة إشاعة الأسرة الريسونية، لأنها تمنح لها إقطاعات وهبات سلطانية، ويصبح أشراف العالمين هما يعني من كبار طوائف الأشراف في المغرب، بعد أن كانوا يعني مهمشين مغمورين شوية، أصبحوا أكبر طوائف الأشراف في المغرب شهرة بعد هذه المعركة. وهذا يؤكد عليه ميشو بيليغ في بعض دراساته. ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذ بلال الداهية. قبيلة بن عروس تعرضت لغزو برتغالي عنيف جدا. العصر الحديث البداية ديالو بالنسبة لبني عروس هو فاصل، لأنه وقعوا فيه جوج الأحداث خطيرة. الأولى يحدثون عنها الحسن الوزان في وصف إفريقيا، يقول بأن حدث حرب أهلية داخل القبيلة بين الأشراف وبين بعض السكان الأصليين. هو كيقول أن الأشراف استبدوا. هو كيفاش هتستبدوا الأشراف في قبيلة بني عروس؟ يقول بأنهم كانوا خيالة كاملين، فرسان كاملين يركبون وعندهم سلاح بزاف. فكونهم خيالة وفرسان وعندهم سلاح ولا يدفعون الضرائب للدولة وبالقوة، ما يدفعوش الضرائب للدولة بالقوة، جعلهم يصطدمون بالدولة المارينية من جهة في النهاية ديالها، وهما كان عندهم دور أساسي في إسقاط الدولة المارينية وتعويضها بالدولة الوطاسية، لأن محمد الشيخ الوطاسي لجأ ليلهم ومنهم هجم على فاس من جبل العالم، هجم مدينة فاس. وثانيا هذه الحرب الأهلية انتهت حسب ما يقول حسن وزان بتخريب مناطق السكان الأصليين من المنطقة وتغلب الأشراف عليهم واستبدادهم أكثر بالسلطة. هذا عاصر الغزو البرتغالي، فالبرتغاليين اصطدموا بهذه القوة اللي هي كبيرة، قوة هؤلاء الأشراف. فهذا الأشراف كانوا يستعرضون هذه القوة في معاركهم مع البرتغاليين في حصار سبتة، لدرجة أنهم استطاعوا أن يحاصروها ب5000 مقاتل في إحدى المعارك. ثم في عام 1459 حاصر الشيخ عبد الله العروسي شيخ هذه القبيلة مدينة وأنقذ مدينة طنجة من السقوط في يد البرتغاليين مع السلطان عبد الحق الماريني. ولكن أثناء هذه العملية الإنقاذ مدينة طنجة فقد ولدين، هذه الأولى، وحصل خلاف بينه وبين
السلطان عبد الحق. شنو اللي جعل البرتغاليين يهاجمون المنطقة بقوة؟ واحتلال أصيلة. سقوط مدينة أصيلة في يد البرتغاليين فتح لهم الطريق للهجوم على هذه القبيلة. عندنا جوج المراحل وعندنا مقاومة. هذه المقاومة القوية جسدتها أسرة بني عبد الحميد العروسية، اللي أول قادتها هو الشيخ طلحة بن عبد الله العروسي، فهو أول حكام هذه الإمارة، هي أشبه بإمارة جهادية في المنطقة. بعده يعني أولاده استمرت إلى بداية الدولة السعدية، ثم عزلوا عن الإمارة اللي كان المركز ديالها قصر كبير، ومنحت إلى أولاد بن تودة اللي أصبحوا قادة القصر الكبير في العهد السعدي. فهذه المقاومة. أما الغزو فمر مرحلتين. المرحلة الأولى 1509-1510 انطلاقا من أصيلة هاجم البرتغاليون 3 القرى اللي هي ميسرة، أفكر، وعين زيان. 3 بها هاجمها البرتغاليون وقاموا بتخريبها، ولكن هذو السكان ديالهم انسحبوا ثم عادوا إلى منازلهم. المرحلة الثانية في عام 1519 كانت غزو فرقة بني ومراس، اللي هي جزء مهم من بني عروس دابا، ولكن في ذيك الوقت يبدو أنها كانت قبيلة مستقلة. فهاد بني ومراس للأسف خربها البرتغاليون تماما وهجروا سكانها كليا، يعني القرى ديالها وحدة بوحدة تم تخريبها وتهجير سكانها، اللي يبدو أن القوة ديالهم كانت ضعيفة، ما عندهمش باش يقاوموا هذا الغزو البرتغالي مقارنة بالأشراف بني عروس اللي كانوا البرتغاليين يتجرؤون على الوصول إليهم، وهما طبعا اللي هما في جبال شاهقة، لأن جبل العالم في حد ذاته راه 1385 متر الارتفاع، ماشي سهلة. فهذا الغزو هذا اكتفى بهذه المنطقة بني ومراس، وكان الأثر ديالو عنيف لدرجة أنها هجرت. وعندنا القبيلة بني عروس متميزة بكثرة الخرائب فيها، كاين مجموعة القرى مهجورة، الخرب، قرى مهجورة كثيرة في بني عروس، لدرجة أنه في تازية عندنا جوج، تازية قرية تازية الغابة اللي فوق منا فيها جوج القرى مهجورة، واحدة كيسميوها الناس قدامين الأندلس، والثانية دوار العرب. غريب. ننهي هذه الحلقة بالعداوة التي كانت قائمة ما بين قبيلة بني عروس وقبيلتي بني الدير وبني ليث باختصار شديد. نعم باختصار شديد. القبيلة بني عروس القضية الحرم اللي عطوها في الدولة المغربية والقداسة التي حظي بها جزء منها في عصر أحداث السيبة التي ستقع في نهاية القرن 19 تحولت إلى يعني نوع من المشاحنات مع الجيران ديالها، خصوصا بني دير وبني ليث. بني ليث حسب ما توصلنا إليه في بعض النصوص القديمة، فإن مرقد القطب مولاي عبد السلام بن مشيش هو في الأصل أرض لبني ليث وليس لبني عروس، انتزع من بني ليث بالقوة. وحجم قبيلة بني ليث حسب ما يقال في بعض التقارير العائدة إلى العهد الإسباني، حسب ما توصل إلى الإسبان في دراستهم حول المنطقة، بني ليث كانت مساحتها أكبر مما يعلي، ودابا هي قبيلة صغيرة بني ليث، يعني فيها بضع قرى وصافي ماشي. فأغلبية المساحة ديالها انتزعتها قبيلة بني عروس. أما بني دير فكان صراعهم معها حول ضريح سيدي علي بوخبزة بالضبط، فهو كان أرض بني دير، وبعد حرب طويلة بين القبيلتين انتزعته قبيلة بني عروس هو وماتشري أغبالو والحمة. فالآن ولاد بوخبزة محسوبين على بني عروس، ولكن حين كترجع النصوص اللي في القرن 19 من تحت كتجبر فلان بفلان بوخبزة اليدري ماشي العروسي. فهي انتزعت هذه القريتين بالقوة، واستمرت النزاعات إلى عهد الحماية تقريبا. شكرا أستاذ بلال الداهية على هذه التوضيحات. بهذا نأتي سيداتي سادتي إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لقبيلة بن عروس. باسمكم سيداتي سادتي أشكر الأستاذ بلال الداهية الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال. شكرا لكم سيداتي سادتي على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.